حفلة الشامي اللي صارت مبارح بألمانيا فيها كمية قلة أخلاق مو طبيعي. بهاي الحفلة نحن اكتشفنا أنه نحن متخلاين عن أول شيء اللي هو ديننا وعن أخلاقنا وعن تربيتنا وعن عاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا وحتى عن نخوتنا، لأنه لو كان فينا نخوة ما كانوا بناتنا تواجدوا بهيك أماكن. لو فينا نخوة ما كانوا الأبهات والأمهات بعتوا بناتهم المسلمات على هيك أماكن يحضروا فيها. وكيف حضروا فيها؟ الكتف على الكتف والقلب على القلب والإيد لازقة بالإيد. وما بدي أشرح لك أكتر لأنه فهمك كفاية. معقول هدول البنات هني بنات مسلمات؟ معقول هدول البنات رح يكونوا بيوم من الأيام أمهات سيدات بيوت بيحفظوا عرض جوزن الإنسان اللي بده يعيش معهم؟ معقول هدول يلي بيوم من الأيام رح تكون الجنة تحت أقدامهم؟ أنا من ناحيتي كشاب عايش بالغربة وعايش بألمانيا، هذا النوع بالذات مشان ما نصير نحن نعمم ونشمل كل البنات، لا، في ناس شريفة وناس محافظة وناس ترفع لها القبعة لأنه بكونوا قمة من الاحترام. لكن هذا النوع من البنات أنا كشاب ما بشرفني إنه بيوم من الأيام أحصل أو حاول إنه أحصل على زوجي منهم تكون أم أولادي. وبالأخير بعد كل شيء ممكن يصير هي نفسها هاي اللي بالحفلة متحررة ومهذبة والكنك زلمة يحكي لي كلمة بتطلع أنت التافه وبتطلع أنت السافل وبتطلع أنت المتخلف والرجعي. ليش؟ لأنك أنت ضد إنه الشاب يلزق في البنت مثل ما كانوا موجودين هون. وبتطلع أمه بتقولك والله أنا بدي 20,000 دولار، 20,000 يورو مقدم و20,000 يورو مؤخر، أنا بنتي مربيتها أحسن ترباي. خليها عندك وكبسي يا مخلل. يا سيدي الله يرحمك يا جدي لما كنت تقول لحم اللاش ببلاش ولحم الضان غالي. الواحد إيش بده يحكي وكيف بده يعبر ما عاد يعرف، لأنه عن جد الشيء يلي أنا شفته مبارح كشاب مو طبيعي أبداً، وما في شاب ممكن إنه يتخيله. وأنا هلأ بعرف بعد هذا الفيديو رح أطلع متخلف ورح أطلع رجعي ورح أطلع تافه كمان. اعذروني، تحملوا تفاهتي وتحملوا تخلفي ورجعيتي، حقكم على راسي.